نصيحتي كلنا نأتي مشتاقين إلى زيارة الحسين سلام الله عليه، وهناك حالة أنه كل من عنده قائمة طويلة من حوائج عند الله سبحانه يتبرك ويشفع بالحسين إلى الله سبحانه. قائمة طويلة، هذا يريد بيت، هذا يريد زوجة، ذاك يريد ولد، هذا يريد مال، هذا يريد الدنيا، وذاك يريد آخرة، وكل حوائج، قائمة طويلة من حوائج، قائمة طويلة من حوائج الدنيا. بالله عليك، هذا معناه أنت جاي لنفسك ما جاي للحسين. فكلنا نأتي بحوائجنا. أنا لا أمنع ولا أحد من علماء يمنعكم من طلب الحوائج من الله سبحانه بشفاعة الحسين سلام الله عليه، لكن لا يكون هذا هو الغاية من زيارتك يا أخي. إذا صار غاية من زيارتك هذا فأنت جاي لنفسك ما جاي للحسين. غايتك من زيارة الحسين يكون شيء آخر. غايتك ينبغي أن تكون غايتك من زيارة الحسين حينما تقف على قبر الحسين شوية بعقلك بفكرك، هذا ادخل إلى الضريح تجد داخل ضريح صندوق، وتحت الصندوق أكو قبر، وفي داخل القبر على الحسيرة جثمان الحسين مقطع يربان. هناك روايات تقول أن رأس الحسين رجع من شام، أكو رواية تقول لا، رأس الحسين لم يرجع، فلا أعلم رأس الحسين معه في القبر أو لا. وأحد أساتذتي في النجف رحمة الله عليه كان يقول: بشير لا تنسى على صدر الحسين المكسور تحت سلامك الخير جثمان عبد الله الرضيع بلا رأس. بل وإذا حضر في قلبك في عقلك هذا المنظر للحسين وابن الحسين عبد الله الرضيع، قل له: مولاي لما كان الشمر على صدرك وأنت تطلب النصرة ما كنت موجود، الآن أتيت برقبتي أقدمها لك فداء لك يا حسين، وهذه رقبة مهجوزة لنصرتك يا حسين. حينما إلى حين يقوم إمام المنتظر ويرفع رايتك ملتقة بالدماء ويصيح: يا لسارة الحسين. Говорит, и когда ты приходишь, يا حسين لبيك يا